دليلك الكامل لرحلة التعافي والوعي والنضج. البني آدم محتاج يكون واعي بالحاجات اللي موجودة فيه وما كانش يعرفها، ويبدأ يعرف ايه اللي لازم يشتغل عليه عشان يبقى موجود. رحلة الوعي بالذات جزئين: الأول اكتشاف حاجات موجودة فيا وأنا معرفهاش، والتاني أبدأ أصنع حاجات عايزاها تبقى موجودة فيا. الوعي، الثقة، الشخصية، المبادئ، دي كلها حاجات مكتسبة مش بنتولد بيها. في ناس محظوظة بتكون مولودة بيها، بس ده مش الطبيعي أو مش ده اللي بيبقى الغالب. ولازم نبقى متصالحين مع الفكرة دي، إن في حاجات كتير قوي ممكن نكون شايفينها موجودة بالفطرة عند ناس، بس هي في الواقع حاجات مكتسبة. خلينا برضو متفقين إن الثقة بتتولد من المعرفة، بمعنى إن انت مش هتثق في فلان وانت ما تعرفش فلان، يعني لازم أعرفني عشان أثق فيه. الثقة بالنفس بتكتسب لما انت تكون عارف نفسك، ودي حاجة بديهية لازم نكون متفقين عليها من أول الحلقة. لازم أعرفني عشان أثق فيه، عشان مفيش حد بيثق في حد ما يعرفوش. طيب، على مدار الرحلة دي هناخد تاسكات صغيرة في النص، هنوقف الحلقة ونبدأ ان احنا نكتبهم ونجاوب عليهم، لان دي رحلة كاملة هناخدها مع بعض بأسئلتها وأجوبتها. قناعاتك، ايه القناعات اللي عندك؟ مقتنع بإيه؟ ايه اللي مش مقتنع بيه؟ قيمك، ايه هي قيمك؟ وتعريف القيمة هو ما يشعرني بالإشباع، يعني أنا بحس إن أنا من جوايا ممتلئ من ايه. بحس بالرضا لما ايه اللي بيحصل: إنجاز، نجاح، أصدقاء، مغامرة، مشاعرك، أهدافك، طموحاتك. دي كلها حاجات لازم تكون عندك وعي بيها. الوعي بنقاط قوتك، بعرف أعمل ايه، عشان مش كل حاجة يا جماعة سلبيات بس. يعني مش كل نوت بوك هتفتحها عشان تكتب فيها تكتب أنا عندي مشكلة في كذا، أنا ما بثقش في نفسي، أنا عندي مشكلة في الصحاب، عندي مشكلة في إدراكي بكذا، عندي وعندي وعندي. مش كل حاجة سوداوية، انت جواك حاجات حلوة كتير حتى لو انت مش شايفها. ففرصتك ان انت يكون عندك الوعي بنقاط قوتك، تبدأ تجاوب على الأسئلة دي. بعرف اعمل ايه؟ اكيد في حاجة بتعرف تعملها حتى لو انت مش عايز تشوفها، بس هي موجودة. لازم تكون مصدق ان هي موجودة. موهوب او موهوبة في ايه الحاجة الكرياتيف اللي موجودة عندك حتى لو المجتمع اللي حواليك شايفها مش مفيدة؟ شاطر في ايه؟ موهوب في ايه؟ ربنا مسهل لي ايه؟ في ناس بتاخد وقت طويل عشان تكتسب communication skills، لغة تواصل، تعمل مجهود كبير قوي عشان تبقى ناس اجتماعية، ناس بشوشة، ناس بتعرف تتكلم، عشان ده جزء مهم قوي من الشغل وجزء مهم قوي من الحياة عموما، تكتب من الحياة كلها أصلا. ففي ناس بجد بتعمل مجهود وكورسات وحاجات كتير قوي علشان يبقوا عندهم الحتة دي، عندهم لغة التواصل عالية. فتشوفهم من بعيد تحس ان هم الله، دول بيعرفوا يتكلموا، دول بيعرفوا يتعاملوا وهكذا، مع ان هم يعني اشتغلوا على نفسهم جامد في الحتة دي. انت ممكن اصلا يكون عندك الموضوع ده بالفطرة، يعني اتولدت لقيت نفسك اوريدي اجتماعي، يعني ربنا مديك البشاشة في وشك، عندك القبول، الناس اول ما هتشوفك بتحس براحة. يعني ممكن ده شخص يعني عمل مجهود عشان ياخد حاجة ربنا اوريدي مسهلها لك. فلازم يكون عندك الوعي بربنا مسهل لي ايه في حياتي، ناس تانية بتعمل مجهود عشان تاخده، لان حاجات كتير قوي بتبقى مكتسبة. كتبنا الحاجات الإيجابية والوعي بنقاط القوة كلها، نكتب برضو الوعي بنقاط الضعف. ايه المشاكل بالظبط؟ انا عندي مشكلة مع فلان، عندي مشكلة مع نفسي في كذا. بعد ما تتكتب كلها هناخد واحدة بس كل مرة او كل فترة، مشكلة واحدة، ونبدأ بقى يعني نشوف طريقها. طب هي كانت ليه من الأول؟ طب هنصلحها ازاي؟ طب هنحاول المرة دي؟ طب انا حاولت قبل كده، طب ما غير طريقة المحاولة، وهكذا. بمعنى انه تبدأي تاخدي مشكلة واحدة بس منهم تركزي عليها، والباقي بعد كده كخطوات. احنا هنقسم الوعي ده لكذا جزء. اول جزء عن الوعي العقلي، كل حاجة متعلقة بطريقة تفكيرك وبعقلك. وهنا هتسأل نفسك 3 أسئلة. أول حاجة، ايه أكتر الأفكار اللي بتتكرر في دماغي؟ هل هي إيجابية ولا سلبية؟ عشان تعرف تفكيرك وتراقبه بيوصلك لفين. تاني حاجة، أنا لما بغلط بلوم نفسي ازاي؟ وهل بغفر لنفسي ولا بجلدها؟ عشان تشوف هنا قدرتك في التعاطف مع نفسك. تالت سؤال هو، هل بقدر أعيش اللحظة ولا تفكيري بيبقى في اللي فات أو اللي جاي؟ عشان تفهم انت واقع في فخ القلق ولا التعلق بالماضي.
تاني مرحلة من مراحل الوعي هي الوعي العاطفي. بحس بإيه؟ وهنا برضه هتسأل نفسك 3 أسئلة. أولهم إيه أكتر المشاعر اللي بحس بيها خلال اليوم؟ هنا أنت بتبدأ تراقب حالتك المزاجية العامة. تاني سؤال هو أنا بعرف أعبر عن مشاعري ولا بكتمها؟ وبخاف أقول إني زعلان أو ضعيف ولا لأ؟ وهنا أنت بتكتشف مدى أمانك العاطفي مع نفسك ومع الناس. يعني بتعرف بقى تعاتب وتقول مشاعرك، تقول أصل أنا اتضايقت من كذا وحصل كذا كذا، ولا شخص بتكتم لجواك؟ تالت سؤال هو هل أنا بعرف أفرق بين الغضب والحزن أو بين الحب والتعلق؟ وفي السؤال ده بالذات انت مطلوب منك ان انت تتعمق جواك. تالت نوع من أنواع الوعي هو الوعي الجسدي. جسمي بيقول ايه؟ هنا انت مطلوب منك تفهم البودي لانجويج، لغة جسمك. أول سؤال هتسأله لنفسك هل أنا بحس بجسمي؟ ببقى واخد بالي من نفسي وأنا باكل أو بتنفس، ولا باكل بسرعة باكل من غير ما أحس؟ والهدف هنا إنك تلاحظ علاقتك بجسمك والمايند بودي كونكشن، التواصل بين عقلك وجسمك. في أوقات كتير بنبقى من جوانا حاسين إن احنا كويسين، بس وضعية جسمنا بتبقى واخدة وضعية الحزن، الارتياح المبالغ فيه، وتفاجأ إن إيدك بتترعش وتحس قد إيه جسمك مضغوط نفسيا، متكونش فاهم ده تفسيره إيه. تاني سؤال لازم تسأله لنفسك هو إمتى آخر مرة حسيت بتوتر وده ظهر في جسمك على هيئة وجع بطن، رعشة في الإيد، يعني يكون الطريقة اللي ظهر بيها. وهنا انت بتبدأ تربط بين مشاعرك وجسمك. رابع نوع من أنواع الوعي هو الوعي بالهوية. أنا مين؟ وهنا أول سؤال هتسأله لنفسك ايه القيم اللي بعيش بيها؟ تحديد قيمك بيخليك تاخد قرارات صح. 2 ايه الأدوار اللي بلعبها في حياتي؟ وايه أكتر دور حقيقي بحس نفسي فيه؟ وده هنا يوضح لك انت بتعيش لنفسك عشانك انت ولا بتعيش لمين. تالت سؤال ايه الحاجة اللي بعملها وبحس من خلالها ان ده انا؟ لما بعمل الحاجة الفلانية بحس ان الحاجة دي انا اللي بعملها، هنا وجودي، هنا انا. خامس نوع من انواع الوعي هو الوعي بالعلاقات. بتصرف ازاي مع اللي حواليا؟ وهنا اول سؤال هتسأله لنفسك انا لما بزعل بسحب نفسي ولا بنفجر؟ انت بتحدد اسلوبك في التعامل مع المشاكل او مع الخلافات. تاني سؤال هل بعرف اقول لأ ولا بخاف ازعل حد؟ انت بتكتشف حدودك النفسية. تالت سؤال هل علاقتي بالناس مبنية على حب ذاتي ولا خوفي من الوحدة؟ يعني هل انا بعمل علاقات مع الناس عشان انا حابب كده وحابب وجودهم وحاببهم حواليا، ولا عشان انا خايف ابقى وحيد؟ يعني انا بقبل بعلاقات مؤذية في حياتي عشان بس ما بقاش وحيد. هل عندي فكرة خوف من الوحدة اصلا؟ سادس نوع من انواع الوعي هو الوعي بالهدف. ليه بعمل اللي بعمله؟ يعني مثلا انا ليه بشتغل الشغل الفلاني؟ انا ليه بشتري الحاجة الفلانية؟ انا ليه بذاكر المادة الفلانية؟ لازم يبقى عندي وعي بالهدف، انا ليه بعمل وعشان ايه. هنا اول سؤال هتسأله لنفسك هل كل اللي بعمله عشان ارضي نفسي ولا عشان اخد قبول من اللي حواليا؟ وتاني سؤال ايه الحاجة اللي لو عملتها كل يوم هحس اني بعيش صح؟ بعد ال6 طبقات من الوعي دول اتمنى نكون كتبنا صفح كتير والخيوط اللي جوانا اتلمت صح. اما عن الكتابة يا جماعة، فالكتابة هي بجد أداة سحرية عشان تفرغي كل حاجة جواكي وتشوفي حاجات ممكن ما تكونيش تعرفي عنها حاجة اصلا، وبعد كده هتتخلصي من كل حاجة سلبية بمجرد ما هتحرقي اللي انتي كتبتيه. يعني اي حاجة سلبية هتكتبيها لازم تحرقيها، يعني دي حاجة ما ينفعش ترجعي تقرأيها تاني. اما الايجابيات طبعا هنسيبها. وبالمناسبة يا جماعة بجد اوقات كتير بنبقى تايهين جوه دماغنا ومش عارفين نوصل لنقطة معينة، بمجرد ما بنكتب كل حاجة، شعورنا والموقف واللي حصل وحسيت بايه وقتها وبفكر في كذا واوقات بيجي على بالي كذا، بعد ما بنكتب ده كله بنحس ان احنا خرجناه من جوانا. وبعد ما بنخرجه من جوانا وعقلنا بياخد الفكرة انه ده طلع خلاص، حتى لو كان في مشاكل احنا ما كناش شايفين لها حل بنبدأ ان احنا نشوف لها حل، لان المشاكل بتبقى واضحة، بتبقى مترتبة على هيئة نقط. والله المشكلة الفلانية هنقعد نفكر في ايه هي المشكلة الفلانية وايه هي حلها، لان اوقات بنحس ان في مشكلة واحنا مش عارفين نحددها اصلا. وبما ان احنا وصلنا لنهاية حلقة قوية جدا من الوعي، فخليني اقولكوا ان الوعي لوحده مش كفاية لأي حاجة. حتى لو واعي بمشاكلك بس ما بتعملش افعال، يعني وعي من غير اكشن، فبالتالي الوعي ليس له اي قيمة من الاساس. يعني مثلا لو بني ادم واعي ان هو محتاج ينزل جيم
وعارف ان هو عنده مشاكل مع جسمه، وهو عنده الوعي ده بس ما بياخدش فعل، ما بياخدش اكشن، ما بيحطش خطة وينزل جيم ويعمل لنفسه بلان وما بيعملش ده، فهو عنده وعي بلا فعل او بلا اكشن، فالوعي ده ملوش اي لازمة. لو انا عندي مشكلة في الكوميونيكيشن سكيلز وانا عندي الوعي بالمشكلة دي وما بعالجهاش، ما بعملهاش افعال، فبالتالي وعي ده ملوش اي لازمة. عزيزي المستمع، اسمع، فكر، اتحرك.